بشرب قهوتي بقى، فزبون بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز توليفه قهوه تضرب في النافوخ، تكون محوجه كده من توليفاتك الجميله، لاني لسه حتى الان ما لقيتش توليفتي. فعيب اول ما تكون متابعني وما لقيتش توليفه قهوتك اللي انت عايزها، فتعالى نروح نعمل له التوليفه دي. هنبتدي التوليفه بتاعتنا بالكريمه بتاع القهوه، فهنبتديها ب 100 جرام من البن البرازيلي اللي هيخلي القهوه كريمي جدا وما فيهوش اي نسبه مراره. وبعدها نروح ناخد له 75 جرام من البن الاندونيسي هيخلي القهوه تقيله جدا ونسبه الكافيين فيه عاليه، وهننزل بيهم. هظبط له ريحه القهوه ب 50 جرام من البن الحبشي وده مالك الريحه. نروح نحط له 25 جرام من البن الجيتومالي اللي هيديه نفس تيست الكولومبي بدون اي نسبه مراره. فبكده التوليفه كلها مش مره، لان لما سالته قال لي انا مش عايز التوليفه تكون مره، هو عايزها محوجه. فتعالى نروح نحوجها. هبتدي التحويجه ب 10 جرام من الحبهان. ده هكسر له واحده من جوز الطيب، نديها بقى في قلب الخلطه بتاعتنا بعد ما كسرناها. اما القرنفل بيخلي ريحه القهوه حلوه، الدخفاف برضك بيخلي ريحه القهوه حلوه. ان العميل كان بيقول لي ان هو بيروح الجيم وعايز حاجه تديله طاقه وباور، فاخد له عودين من الجينسنج هينفعه في الجيم وهينفعه في الشغل وهيديله طاقه وباور. وبصراحه طعمه في الاول بقى حلو وفي نفس الوقت هو مفيد جدا. هنقلب التوليفه ديت وهننزل بيها في المطحنه. لو انت كمان لسه ما لقيتش توليفتك ممكن تكلمني واعمل لك توليفتك اللي انت بتدور عليها. كل اللي هحتاجه منك شويه معلومات عن قهوتك اللي انت بتحبها. فتعال نروح نطحن الكلام ده ونعبوله.